السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى الكل يكون بأحسن صحة. راح تشوفوا الروتين اللي بسويه دايما زي ما انتم شايفين. بنظف أول شي، بنظف الفرن الكهربائي ثم المقلاة، كذلك بتشتغل بالكهرباء علشان بدي أنظف فوق سطح المطبخ زي ما بيقولوا، لكن احنا بنقول عليه في المغرب بوتاجي. على ما أعتقد إنها كلمة فرنسية، بوتاجي، سطح المطبخ. هلا هستخرج كل شي من الفرن زي ما انتم شايفين، هو دايما نضيف، ما يحتاج إننا ننظفه، لكن هنضفه تاني مع إني منظفاه امبارح. دايما بسوي هيك، يعني بنظفه دايما علشان ما نضطر نستعمل كده لما يتوسخ المسحوق وهيك ونفرك له علشان ما هيك استخرجت كل شيء. بقصد بس الفرن، ما الأشياء بتاعه لازم، مش الشواية أو الصينية أو الشيء اللي بيكون بنستعمله لازم نغسله علشان ما بيصير يعني نوعة ممتازة. لكن الفرن مع المدة ممكن يعمل كارتير وممكن يسرق. نرجع كل شي لمكانه كده. مسحته من برا، ثم هرجع كل شي زي ما كان. المقلاة ثم الغطاء بتاع الكروشيه زي ما انتم شايفين، يعني دايما في أي مكان بحط فيه كروشيه زي ما انتم شايفين. والمهراز اللي بفرم بيه الثوم شلت الفرن، ثم جبت بانيو فيه مسحوق مية وجافيل، احنا بنقول جافيل، اللي بيقولوا عليه الكلور احنا بنقول عليه جافيل، هو كمان بننظف بيه. حطيته في البانيو، حطيت مية ومسحوق، وراح انضف كل شي كده. هزيل كمان الديكورات دول بتاع الفخار، اليقطين والموز، هم من الفخار. هزيلهم بعد ما هنضفهم هم كذلك. هم عمل لهم مسامير علشان ما يسقطوا. دي فلفل، ودي أناناسة، هنكمل تنظيف. غسلت الكل زي ما انتم شايفين. هنضف فوق كده. راح جبت مية وحصبها على الحيط وحنضف. بعد ما أخلص هجيب منديل بتاع المطبخ وبشيل المية من الأرض علشان ما تنزل على الخزينة. احنا بنقول عليه بلاكار
مش عارفة كل بلد شو يسموه، احنا بنقول عليه بلاكار، وهو بنحط فيه مواعين وكده اللي بنحتاجهم إلا في بعض الأحيان. كده حجيب المنديل اللي قلت عليه أشيل المية اللي نزلت من الحيط. وبعد ما شلت المية كلها اللي نزلت من على الحيط حبدأ أعصر وجبت بانيو فيه مية نظيفة علشان أنظف باقي الحيط. كده أنا بشيل المية اللي نزلت بحط المنديل باش بزيل منه المسحوق علشان ما يعمل آثار على السيراميك، يصير كده مدمع. كده بنضفه هون في الحيط. والحيط ده مش ممكن يعني أصب عليه مية لأنه فوق شو يكون صعب يعني، لهيك بعمل فوطة وبعمل مية كده وبمرر يعني بمسح. بمسح السطح كله. هشيل المية كلها زي ما انتم شايفين بتروح للجهة، وده بيسهل علينا علشان ما تنزل المية على الأرض. كده شلت المية كلها. ده هو روتيني في مطبخي. شايفين صار نضيف. هرجع كل شي زي ما كانوا. الفرن الكهربائي ثم الفخار هرجعه بعد ما نظفته ومسحته، هو بينشف بسرعة. الفلفل هرجعه كله. لازم نتبتهم علشان ما يسقطوا. كانت عندنا واحدة ما تبتناها وسقطت اتكسرت، مش عارفة نسيتي نوعها ايه، لكن اتكسرت علشان انزحلقت عشان هما مسبوغين. وبصل موز ثم اليقطين. وأخيرا أناناس. وهيك صار الجهة دي كلها نضيفة. الحمد لله، أتمنى إنه يعجبكم.